الراجل ده سنه كبير وصحته على قده، رغم كده بيخرج كل يوم يشتغل علشان ما يحتاجش لحد. في يوم من الأيام خرج يلف بالبضاعة بتاعته في الشارع، إزازة المية بتاعته خلصت. بص حواليه، مفيش أي مكان فيه مية، ولا أي مكان حتى يقدر يشتري منه مية، لغاية لما لقى واحدة ست قاعدة بتبيع، فطلب منها شوية مية. فالست قالت له حاضر، من عينيا، اتفضل ارتاح هجيب لك مية. وراحت جابت له إزازة مليانة مية. بعد ما شرب قال لها ايه رأيك تاخدي فكرة عن البضاعة اللي معايا، يمكن تعجبك حاجة وتشتريها. قالت له ما عنديش مشكلة اتفرج. فطلع لها أعشاب. بصت على الأعشاب، قالت له هي الأعشاب دي انت اللي زرعها؟ قال لها اه انا اللي زرعها. قالت له دي كويسة جدا. فسألته على الأسعار، قال لها الكيس ده ب100 يوان والكيس ده ب200 يوان. هنا قالت له الأسعار دي مش موجودة في السوق. انا هقول لك علشان محدش يضحك عليك، الصنف ده ب280 يوان والصنف ده ب200 يوان، هي دي اسعار السوق. وعلى العموم انا هاخد من الاتنين وهحاسبك بسعر السوق. قال لها لا يا بنتي، كفايه كرمك معايا، انا مش عاوز غير اللي قلتلك عليه. قالت له ابدا، مش هاخد منك الا بسعر السوق. ووزنتهم وحاسبته على الفلوس. فالست لاحظت انه راجل كبير في السن وبيتحرك بالعافيه، وواضح انه مريض. فقررت انها تساعده. فقالت له انا عايزه منك رقم للتواصل، انا هشتري منك كل البضاعه بتاعتك يوم بيوم، وكمان مش عاوزاك تتحرك كتير ولا تنزل، انا هاجي بنفسي اخدهم من البيت عندك. فالراجل كان فرحان جدا انه قدر يبيع البضاعه بتاعته، وفي نفس الوقت مش شايل هم بكره. حقيقي يا جماعه ربنا بيسبب الاسباب، والرزق بينادي صاحبه. اوعى تشيل هم بكره، ربنا موجود. والست دي اكيد ربنا هيكرمها، لانها وقفت جنب الراجل ده وما استغلتش ظروفه، واتعاملت معاه بما يرضي الله. صلوا على النبي في التعليقات.